ثاني العمل النسوي من سنين طويلة، ومتخصصة في مجال السلام والتنمية، وعملتها في مجموعة من المنظمات. Essa já está gravando. آسفة على الكلام بس حاسة أي تنظيم يستوي الهدف الأساسي هو يعني النساء تقدر مثلا تحارب من أجل يعني الحرية. هذا الشيء فعلا هو ما جاي مؤخرا، فنحن مثلا صار 10 سنوات نشتغل هذا الشيء، وعندنا نشاطات موسعة معروفة بالأراضي الاجتماعية، وعندنا تواصل هي النساء مع الشرق الأوسط أيضا، هواية من منظمات المرأة الشبابية هي الحجاب. العلاقات في الإدارة الذاتية في السنجار، غدا السنجار محافظة بينما. يعني حبينا إنه بهذا الجلسة نتعرف على بعض وعلى الإدارة. يعني أعتقد تعرفون يعني بخصوص الإبادة اللي حصلت على المجتمع الإسلامي عام 2014 على يد تنظيم داعش. يعني هدفنا إنه نتعرف على بعض. نحن كحركة نساء الإيزديات وكمان مجلس الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية شكلت بعد الإبادة الجماعية. نحن نساء الإيزديات يعني 2016 تأسسنا حركتنا الحرية المرأة الإيزدية في سنجار. يعني نحن هدفنا الأساسي نتعرف على بعض، يكون تواصلنا مع بعض مستمرة، ويعني نحن كنساء يعني ندعم نضالنا خصوصا القضية الإيزدية وقضية النساء الإيزديات، يكون نحن عندنا دعم، اكو نشاط، اكو مؤتمرات، نريد انه يكون عندنا تواصل. توقعنا ان راح نكون اقوياء. هيك السؤال اللي طرحته رفيقتنا بالنسبه مثلا للاطفال مثل ما قالت زميلة الاطفال اللي لساتهم ما لهم ذنب، نعرف نحن كمان ما لهم ذنب بحد الولاده.